حين تنثر عبيرها بين الأشواك، كذلك أنت يا صغيرتي بين النساء. رأيت على وجه الفتاة حمرة الخجل، وإن فتحت خائنة عينيها حياءها المزعوم. انتهى رام من صقل الصندوق فحمله وذهب إليها، يقتحم ما بينها وبينه من مسافة، حتى صار لا يفصلهما شيء إلا الصندوق. ثم قال في حنان مصطنع: إنه ثقيل، أمعك دابة تحملينه فوقها؟ اضطربت، وقد فاجأها اقتحامه لحرمها، وقالت: لا. فقال في مجون: إذن فأنا دبتك، أحمله لك حتى دارك، وإن شئت طفت به لك في صحراء النزل. تبسمت في دلال وقالت: وما المقابل؟ قال في حنانه الكاذب: يكفي البعير لمسة حانية من سيدته. أطلقت ضحكة خليعا ثم انصرفت، وتبعها الفتى الذي غمر بطرف عينيه إلي وقال: إذا رجع أبوك قبل أن أعود فقل له خرج رام لأجل العروس. ولم يعد رام في ذلك اليوم إلا بعد أن أوشكت الشمس على الزوال. ولحسن حظه مكث أبي اليوم بطوله في حي زبلون، فلم يدر بغيابه طيلة النهار، ومنعني جبني من أن أشي به لأبي. ثم وقع بصره على الرجل الضخم، وتجمد بينهما اللحظ لثوان، كفأر تعطرت أقدامه في ذيل قط. وقفا يحدقان ببصريهما في بعضهما البعض، وقد أذهلت المصادفة كليهما، وأدرك رام حقيقة الموقف، فأراد أن يطلق لساقيه الريح، ولكن ضيق الزقاق لم يسعفه، فكانت يد الرجل الضخم أقرب إلى عنقه، فأحاط بساعد قطوط تدلى منه رام كالدمية، وهو يرفس بقدميه في الهواء، وقد احتقن وجهه وكاد أن يلفظ أنفاسه، بينما صرخ الرجل في جنون: يا أهل زبلون، أمسكت رجلا في داري، أمسكت عشيقا لامرأتي. الورقة 17. كنت أتمنى أن أستعيد ذكرى ذلك اليوم، ولكن ما الحيلة، وقد نقشت أحداثه في عقلي، ولم تفلح السنون في طمسها، ولهذا سأرويها لك كما حدثت دون زيادة مني أو نقصان. أفلح الرجال الذين تجمعوا على صراخ الرجل في تحرير عنق رام من قبضته قبل أن يلفظ أنفاسه، وكبلوا يدي رام وقدميه وألقوه أرضا على جانبه كالبعير، وانهالوا عليه بصقا وصفعا بالنعال. أما المرأة فقد أمسكوا بها ومنعوا عنها زوجها حتى لا يفتك بها. علم كل من في النزل بالأمر، فأتى الناس من كل حدب وصوب، ووصل الخبر إلى أبي فأتى مهرولا، وقد أزعجه النبأ المريع، وخشى أن يصيبني أذى في غمرة الزحام والعراق. فلما رآني احتضنني، ثم ذهب لكي يلقي نظرة على رام، فاستشاط الزوج المخدوع غضبا وقال: أليس هذا فتاك يا نجار النزل؟ لم يستطع أبي أن يتكلم، فجاء صوت بصلائيل ابن حور الحكيم قائلا: وما شأن نجار النزل بما فعله فتاه؟ قال الرجل في جنون: إذن فلا يدافعن عنه إذا ما ذبحناه في الحي ذبح البعير. فقال بصلائيل في حزم: ومن يسمح لك؟ صمت الناس لحظات احتراما للشيخ الجليل، فقال بصلائيل: كفوا عن أذى الفتى، ولا تمسوا المرأة بسوء، فقد اقترف خطيئة لا يعلم عقوبتها إلا نبي الله، فأتوا بهما إلى خيمة الاجتماع لتسمعوا حكم الرب فيهما. استحسن الناس كلام بصلائيل، وحملوا رام الذي انتفخ وجهه وسالت دماؤه من جراء الضرب والتنكيل، ودفعوه أمامهم مع المرأة التي غطت وجهها بالخمار خزيا وخجلا، بينما كان زوجها يرغي ويثبت ويقول في غضب مجنون: وحق الرب لا يهدأ لي بال حتى تزهق روحاهما، ولئن عفى موسى عنهما لقتلتهما بيدي. تضاعفت أعداد موكب العار في الطريق إلى خيمة الاجتماع، ورأيت الشماتة في أعين أناس لا يعرفون رام ولا المرأة، ولكن جمعهم الفضول والرغبة في معرفة العقاب المرتقب بهذين الخاطئين، في أن يخرجوا وراءهما وأن يصبوا عليهما اللعنات، ويرمونهما بأحط الشتائم بقلوب قاسية كالحجارة، أو هي أشد قسوة.
وتوقف الجمع أمام خيمة الاجتماع، ودخل بصلائيل ومعه كبراء القوم من سبط زبلون وسبط بنيامين إلى الخيمة. بينما مكث إخوة رام أمام الخيمة يحقرونه ويلعنونه، ولم ينسوا أن يجددوا براءتهم منه أمام القوم. أما رام فقد نكس رأسه أرضا، وظلت عيناه تدور في محجريهما رعبا، وبين الفينة والفينة كانت تلتقي نظراتنا، فيخفق قلبي هلعا وأشعر بالذنب أني قد ساهمت في فتح أمره. ولم يمض وقت طويل حتى خرج علينا بصلائيل بن حور بكلام الرب الذي نزل على موسى وتجلى به الوحي على تابوت العهد. قال بصلائيل: اخرجوا بكليهما إلى باب النزل وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، تلك التي زنت في فراش زوجها، وهذا الذي وطأ شرف صاحبه، حتى تنتزع الشر عن بني إسرائيل. انهار رام باكيا وغشي على المرأة، بينما هلل بنو إسرائيل فرحا. وقال الزوج متشفيا: صدق موسى فيما جاء به عن ربه. وحمل الاثنان إلى الصحراء، وألقى بهما مكبلين في حفرة، وتنافس الناس في جمع الحجارة في حماس موصول، وأحاطوا بالحفرة وأخذوا يتدافعون لرجم المذنبين حتى ينزعوا الشر عن بني إسرائيل. وألقى الرجل الموتور بأول حجر فأصاب رأس رام مباشرة وجعله يصرخ متألما، ثم توالت الحجارة عليه وعلى المرأة حتى سقط، وقد خمدت أنفاسهما إلا من أنين مكتوم. ولم أحتمل رؤية ما بقى، فقد انهرت باكيا وكدت أسقط مغشيا عليه، فأحاطني أبي بذراعيه، ثم أخذني بعيدا عن المشهد الدامي، ثم أجلسني وأخذ يبكي بحرقة على الفتى المسكين، ورفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل عقابه في الدنيا كفارة له في الآخرة. مكثت أسابيع وشهور ولم يتعافى جسدي من الهزال الذي ألم به. بعدما شاهدت مقتل رام تحينت ذكراه الفرصة بعد الأخرى كي تتحرر من خبيئتها في قعر نفسي، ثم تطل إلى رأسي في صورة حلم يدق مضجعي، أو شاردة تنتزعني من يقظتي، أرى فيها رام وهو يخوض معي في حديث لوم وعتاب، ينتهي ببكائي بكاء صامتا تنسال فيه دموعي بغير إجهاش ولا نحيب. ونشأ في قلبي خوف من الألم وخوار من رؤية الدماء، حتى وإن كانت لطائر سلوى مذبوح. فكنت إذا رأيت طائر يتلوى من الألم وقد انسابت الدماء من عنقه أتقيأ ما في جوفي، وتخور أوصالي، وتمتقع لوني كمن أشرف على الموت. ورآني أبي على ذلك الحال فوقف ينظر إلي مشفقا، بينما كانت أمي ترقبني في قلق. أشارت إلي كي يدخل إلى حجرتها وسمعتها تقول: سأفقد ولدي يا سخاري. قال يائسا: وماذا عساي أن أفعل يا رومانا؟ أتيت له بالصبية وأمرت عامير ألا يفارقه، ولكنه يعزف عن اللهو أو الجلوس معهم. قالت: اذهب به إلى خيمة الاجتماع وقرب من أجله قربانا، واسأل الكاهن هارون أن يدعو له. فاصطحبني أبي ومعه في الصباح إلى خيمة الاجتماع، وحمل معه قدرا من الزيت وصاعا من البر، وسحب خلفه شاة ماضية اللون تتقاذف في سيرها مرحا وهي لا تعلم ما ينتظرها عند المذبح. استقبلنا كاهن شاب من أبناء هارون خارج الفناء، ثم اصطحبنا معه إلى الداخل قبل أن يتوقف عند مرحضة من النحاس أقيمت إلى جوار المذبح، وقد امتلأ حوضها بالماء المقدس الذي تتلى عليه الصلوات. خلع الكاهن عليه، ثم غسل يديه ورجليه ومسح على رأسه بالماء، ثم أخذ الزيت والمبر من أبي وحملهما إلى داخل المسجد، وتركنا للحظات قبل أن يعود هو في يده السكين التي ستذبح بها الشاة. ارتجف جسدي لمرأى السكين الذي تلألأ نصله مع ضوء الشمس. قال الكاهن لأبي: أهي قربان للشكر أم للخطيئة؟ قال أبي: هي رجاء للرب أن يشفي شمعون مما أصابه. قال الكاهن: ما حلت مصيبة وما ابتلى إنسان بالمرض إلا بذنب. ثم دعاني قائلا: اقترب يا غلام.
وضع يديك على رأس الذبيحة واستغفر الرب مما اقترفته يداك. نظرت إلى أبي فهز رأسه مشجعا، فوضعت يدي المرتجفة فوق رأس الشاة التي استقلت على جانبها في هدوء. ثم مجد الكاهن اسم الرب وابتهل إليه بالغفران، وأنا أردد خلفه ما يقول دون أن أفهم عن أي شيء. أطلب الغفران، فالخطيئة والذنب وطلب الغفران كانت كلمات أرددها ولا أفهم معناها. لم أفهم كيف يكون قتل رام كفارة له، وكيف يكون قتل الشاة قربانا من أجلي. صار الكاهن بالنصر الحاد على عنق الذبيحة، فانبسجت الدماء من عروقها وطال رذاذها وجهي، فلم أشعر إلا والأرض تميد من قدمي، ونور الصباح يستحيل في عيني ظلام. وأفقت من إغمائي لأجدني في حجرتي بالدار، وحول أبي وأمي والعمة بتشيفة وصديقي عامر، وكانت باتية الصغيرة أول من استقبلته عيني، فقد كانت تعتلي صدري وتعبس في أنفي وأذني حتى أفقت. وتعجبت حينما رأيت جدران الحجرة وقد تلطخت بكفوف حمراء من الدماء، وانتثرت في كل ركن من أركانها قطرات من الدماء. وعلمت أن الكاهن قد أمر بذلك حتى يرتفع سخط الرب عن الدار، ففعل أبي ما أمر به. ومكثت أياما في الحجرة حتى تعافيت وخرجت من الدار ذات صباح وقد دب في جسدي نشاط، فتناولت صحيفة من صحائف البرد التي كانت تصنعها أمي، وقد اشتاقت نفسي للكتابة. جمعت بعضها في سخام الحطب وأذبته في الماء، ووضعت عليه قطرات من الزيت ومزجته في قارورة لأصنع منه حبرا أسود كما علمتني أمي. ثم شذبت قلما من البوص، غمست طرفه في قارورة الحبر، وكتبت باللغة المصرية على ورقة البرد وبخط شديد الأناقة أوراق شمعون المصري. وكانت تلك هي اللفافة الأولى من صفحات السفر الذي تقرؤونه بين أيديكم الآن. وقضيت ليلتي تلك أتقلب في فراشي كالمحمول، تطالعني خلجات الفتاة وهي تبتسم في دلال، ونظرات عينيها وهي تغض الطرف في خضوع، تطاردني صفحة ووجهها البيضاء في ظلام أحلامي، وتثير في نفسي صخبا فاق أشعار رام الماجدة التي يرن صداها في أذني، حتى قمت من نومي منتفضا ألهث من جفاف حلقي وأشعر بلهيب في جسدي رغم شدة الريح في تلك الليلة الباردة من ليالي الخريف. وفي الصباح بكر الفتى في المجيء إلى فناء الدار، وكان أبي لا يزال نائما، بينما كنت أجلس أنا فوق المائدة في الفناء أعبث بالإزميل على قطعة من الخشب وأكتب عليها أحرفا من اللغة المصرية. وقف رام إلى جواري وقال متعجبا: أتعرف الكتابة باللغة المصرية؟ أومأت قائلا: نعم، فأمي مصرية. رفع حاجبيه متعجبا ثم قال محظوظ. قلت مازحا: لأني أعرف الكتابة أم لأن أمي مصرية؟ قال في جدية ممزوجة ببعض الأسى: بل لأن لك أبوين يعلمانك. تذكرت أنه يتيم الأبوين، فشعرت بالأسف من أجله وسألته: هل فقدت أبويك صغيرا؟ قال: لم أرى أبي وماتت أمي وأنا أصغر منك بقليل. أسفت بحق من أجله وسألت: ألك إخوة؟ ضحك ساخرا وقال: لي 10 إخوة من الأب، لو استطاعوا أن يرمونني في الجب مثل يوسف لفعلوا. ثم أردف جادا: ولو علموا أن أباك قد اقتراني لأتوا إلي يلعنونني أمامه. سألته: في أي حي تسكن؟ قال: أتسكع بين الأحياء فلا أهل لي ولا زوج. فسألته في سذاجة: ولماذا لم تتزوج؟ قهقه عاليا وقال: ومن يزوج نجارا يتيما معدوما ملعونا حتى من إخوتي. ثم قال في شيء من الفخر: ولكن يكفيني أني أصبت من النساء ما لم يصبه المتزوجون. وجدت في نفسي رغبة في الاسترسال في ذلك الحديث رغم احمرار وجهي خجلا، فقلت: أتقصد فتاة الأمس؟ قال ضاحكا: ليست وحدها، فلي في كل حي عشيقة. ثم قال في خفوت: كمن يسر إلي سرا، ومنهن متزوجات سئمن من أزواجهن،
تبدل شعوري بالإثارة اشمئزازا، فقلت: وماذا يجدن فيك ولا يجدنه في أزواجهن؟ قهقه مرة أخرى وقال: ما زلت صغيرا على هذا الحديث، ولكني أسر لك بسر كي تحفظه عني. انتبهت حواسي فقال: لا شيء يفتن النساء قدر قلب حنون. قد تحتمل المرأة فقرك، وقد تحتمل قبحك، ولكنها لا تحتمل قسوتك. قلت ساخرا: وما دمت تعرف هذا لماذا لم تتزوج؟ قال ضاحكا: قلبي لا يسعه امرأة واحدة، وجسدي لا يطيق قيد الزواج. قلت متعجبا: أما تخشى أن يفتضح أمرك؟ قال في اعتداد: لن تفضحني إلا معشوقة علمت بخيانتي لها، وأنا أحط من أن أقع في هذا الخطأ. سألته في غير تردد: أما تخشى الرب؟ قطب جبينه ثم قال في نبرة شعرت فيها بالسخط: الرب؟ ثم أردف: لو كان يعلم بحالي لرأف بي من قبل. قلت مصدوما: ألا تؤمن به؟ نظر إلي في حدة وكأنما أثاره كلامي، ثم قال: أؤمن به، ولكنه لا يلتفت إلى حالي. قلت مشفقا: تشعر بالظلم؟ قال موجعا: أشعر بالقهر. ثم أردف في مرارة: الحياة ليست عادلة يا غلام، فمثلي يولد يتيما فقيرا مكروها من إخوته، ومثلك ينعم بين أبوين يعلمان ويحنوان عليه. ثم قال وهو ينصرف إلى عمله: لا تشغل بالك بأمري يا فتى، فهناك أناس في هذه الحياة قد أغفلتهم عين القدر. ولم يستوعب عقلي مغزى عبارته، ولكن انتابتني منها القشعريرة. والحق أنني كنت أتذكر دائما قصة رام، على الرغم من كثرة ما مر بنا من أحداث، ليس حنينا إلى رهق الصبا ولا شوقا إلى نزق الشباب، وإنما لأن قصته جعلتني أتساءل دائما عن محبة الرب. فهل يكفي أن نخشى الرب فقط حتى نتجنب نواهيه، أم ينبغي علينا أيضا أن نحبه؟ والحق أنني شعرت منذ الصغر أن كثيرا من بني إسرائيل يخشون الرب خشية العبد المكره على طاعة سيده، تلك الخشية التي تمتزج بخسة العبد الآبق الذي يسيء الأدب إذا ما آمن العقاب. وفي يوم من الأيام أمر أبي رام أن يحمل بابا إلى دار في حي يساكر، وأن يقوم بتركيبه، وكان ذلك الحي يقع إلى الشمال من النزل، بينما كان منزلنا في الجنوب. وأمرني أبي بأن أذهب معه لأعاونه في تركيب الباب. وفرح رام بتلك المهمة على غير عادته التي تميل إلى الراحة. وضعنا الباب على ظهر الأوتان وسرنا راجلين. أخذ الفتى يدندن بصوت شجي: 7 أيام لم أرى فيهن الحبيبة، ألم بالسقام وصار قلبي ثقيلا، نسيت ذاتي، وحينما عادني الأطباء وصفوا لي دوائي فلم أرضى بدوائهم، وقلت لهم طاردوا كل الأمراض اللعينة فلن تجدوا وسيلة لعلاجي، فقط اسمها هو ما يحييني ويحفظ قلبي من الفناء، هي الحبيبة أفضل من أي دواء. عندما أراها أشفى، متى فتحت عينيها يعود جسدي فتيا، متى تكلمت أصبح قويا، متى أضمها تطرد عني السوء، ولكنها هجرتني منذ 7 أيام، فدعوني أموت فداء لها. كانت تلك أنشودة حب مصرية يرددها الشباب من بني إسرائيل، وكانت أمي أيضا تحب أن تترنم بها على أنغام الناي في أوقات فراغها التي تصادف حنينا إلى الطرب. ولكن إحقاقا للحق لم أسمع أحد يغنيها بمثل ذلك الصوت الشجي الذي كان يتغنى به رام. وصلنا إلى الشرق عند أطراف حي زبلون، فتوقف رام وقال لي: اسبقني يا شمعون إلى حي يساكر، وسأتبعك بعد قليل، فإن لي خالة من زبلون أعطف عليها، وأود أن أعرض على دارها قبل أن أذهب. قلت له: هل ستتأخر؟ قال في لهجة لم أصدقها: كلا، سألحق بك سريعا، فقط ضع الباب عند الدار ودق الأوتاد في الحلق حتى أوافيك. ثم اتخذ سبيلا متسللا بين ظهور الخيام، وكأنه لا يرغب في أن يراه أحد، وسرعان ما اختفى عن ناظري. ترجلت وحدي إلى جوار الأتان في الصحراء حتى جاوزت حي زبلون، وأنا أردد في صوت خافت: 7 أيام ولم أرى فيهن الحبيبة، محاولا تقليد صوت رام، ولكن شتان،
فقد كان صوتي يخرج متحشرجا خشنا في تلك المرحلة من الصبا، وكأنني ضفدع ضل طريقه في الحقل بعدما خرج من النهر. بعد أن قطعت شوطا في الصحراء تذكرت أنني لا أعلم عن أي البيوت أسأل في حي يساكر. ترددت بين خيارين: أن أكمل طريقي إلى حي يساكر، أو أن أعود إلى نقطة الافتراق بيني وبين رام عند حي زبلون حتى يسهل علينا اللقاء مرة أخرى. ففضلت الخيار الثاني، وعدت أدراجي إلى موضع الافتراق، ثم ربطت الأتان إلى جذع نخلة وجلست أستظل بظلها حتى يعود رام. مر وقت طويل وارتفعت الشمس في السماء ولم يعد رام. انتابني هاجس أن يكون قد خرج من الحي من موضع آخر، أو أن يكون قد سبقني إلى حي يساكر وأخذ يبحث عني هناك. أدق القلق مجلسي وقد عصفت بي الظنون، فحسمت أمري ودخلت إلى حي زبلون أسأل عن دار خالته. كان الوقت وقت ظهيرة، ولم يكن الرجال قد عادوا من أعمالهم بعد. رأيت بعض النسوة يجلسن أمام خيمة من الخيام، فسألتهن عن دار خالة رامي النجار، فلم يعرفنه ولم يعرفنها. شعرت بغباء تصرفي، فقد كنت كمن يبحث عن المخياط وسط الرمال. وقررت العودة، فصرت في زقاق ضيق بين ظهور الخيام لأصل إلى موضع الأتان، فإذا بي أجد رجلا من زبلون قادما في مواجهتي، وقد ضاق الزقاق الضيق بجسده الضخم. لا أدري ما الذي دفعني إلى أن أسأله: هل تعلم أين دار خالة رامي النجار؟ وقف الرجل مفكرا للحظات ثم سألني: هل هو من سبط زبلون؟ قلت له: كلا، إنهم من بنيامين، ولكن خالته من زبلون. نظر إلي الرجل متعجبا، وقد شعرت دون أن ينطق بسخافة ما أقول، فكدت أشكره وأنصرف، لولا أن حدث ما لم أكن أتوقعه. ظهر رام فجأة وهو يخرج متسللا من ظهر خيمة من الخيام، ومن فرجة الخيمة وقفت امرأة تودعه بالقبلات، فهتفت دون إرادة مني: ها هو رام. صعق رام لرؤيتي وقال: شمعون؟ الورقة 18. وجاء الأمر بالرحيل، فتحرك الركب من حضيروت، وسرنا في البرية 10 ليال دون توقف. تحدنا من الشرق سلسلة من الجبال والهضاب الشاهقة، حمراء الجدد ملساء الصخر. علمنا أنها سهل سعير، وهي حقا أشبه بالسعير، فرغم أن الوقت كان وقت ربيع ولم يدخل الصيف بعد، فإن قيظ الشمس كان مهولا يدنو قرصها من الوادي ويتلألأ ضوءها على قمم الجبال كلهيب مستعر. ولولا سحابة الغمام التي أظلتنا في ترحالنا لهلك الناس والأنعام في البرية. وفي صبيحة اليوم 11 أشرقت الشمس على واحة خضراء فسيحة رأيناها على مرمى البصر كجنة أقيمت فوق ربوة عالية، فطاقت أنفسنا لأن تكون تلك الواحة هي منزلنا التالي في أرض سيناء. ولم يكد الركب يصل إلى أطراف الواحة حتى انقشعت سحابة الغمام التي كانت تظللنا، فعلمنا أن الرب قد اختار لنا تلك الأرض منزلا اسمها قادش برينيع، أي برينيع المقدسة. وكيف لا توصف بذلك الاسم وقد قدسها الرب ببركاته. ففجر فيها 4 عيون جارية يتهادى منهن الماء عذبا رقراقا من بين صخور الجبال، ليسير في جداول صغيرة تخترق جنات من النخيل والأشجار. سمعنا فيها زقزقات العصافير لأول مرة منذ خرجنا إلى سين. صار الركب على أرض الواحة التي اكتست عشبا، تظللنا أفنان الأشجار المتشابكة، ويجف بنا هدوء الجنة العذراء التي لم تطأها فيما يبدو قدم بشر من قبل. فصار الجمع في خشوع لا يسمع فيه إلا أصوات حوافر الخيل وخفات النوق. أناخ أبي الناقة، فهبطت أمي والعمة بتشيفة ومعهما باتية الصغيرة، وسرنا إلى جوار أبي في رهبة وانبهار. قالت أمي مشدوها وقد أخذها مشهد عصفور ملون يضرب بجناحيه في الهواء ويطوف بين أفرع الأشجار: حقا يا زخاري إن للجمال لرهبة. همس مغتبطا: بل هي بشائر الأرض المقدسة تلوح في الأفق يا رومانا. قالت عمتي بتشيفة وقد أخذت بجلال المشهد: هل اقتربنا من الأرض المقدسة يا زخاري؟
قال أبي: ليس بعد يا بتشيفة، ولكننا تركنا الصحراء إلى الأبد، وعما قريب تطأ أقدامنا الأرض التي مشى عليها آباؤنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. رأيناها تبكي، فربطت أمي على كتفها في إشفاق، فلم تلبس أن مسحت دموعها والتفتت نحو الصحراء قائلة: لعنة الله على تلك الصحراء، لم نرى فيها خيرا قط، أخذت منا ولم تعطي. ثم أدهشت في البكاء مرة أخرى، فاحتضنها أبي وقال: هوني عليك يا أختاه، فغدا يذكرن الناس في صلواتهم ويقدسن أحفادنا، ويقولون: هؤلاء من خرجوا مع نبيهم ووعدهم ربهم فأوفى بوعده لهم. سألت أبي: كيف ترك الناس تلك الواحة بلا سكنة؟ قال: لعل الرب أرشد نبيه إلى هذا المنزل كي تشتاق نفوس الناس إلى الأرض المقدسة. ثم حط الرحال، وكان أول بيت أقيم في النزل الجديد هو بيت الرب. انهمك الرجال في نصب خيمة الاجتماع والمسكن وإقامة المذبح. وبعد أن صلى بنا نبي الله موسى صلاة الشكر، جلس إلى رؤساء العشائر يقسم بينهم أرض الواحة. فجاء نصيب سبط رأوبين إلى جوار عين ماء صافية اسمها عين جدريات. وجاء نصيب أبي من الأرض مساحة صغيرة لا يزود طولها وعرضها عن 10 أذرع، تتوسطها شجرة سنط عالية. فقام أبي بمعاونتي ومعاونة عامير بقطع شجرة السنط، ثم شرعنا في بناء دار من طابقين يفصلهما سفح من ألواح الخشب أعددناه من شجر السنط، ويصل إلى طابقها العلوي سلم خشبي أقامه أبي خارج الجدار. واخترت أن تكون حجرتي مع عامير في الطابق العلوي. وكنت كثيرا ما أجلس في حجرتي المرتفعة أتطلع من خلال نافذتها إلى ساحة الحي، وأرى منها خيمة الرب، فيصفو عقلي لمرآها، وأمكث ساعات أكتب فيها أوراقي وأدون ذكرياتي عن الخروج. وأثارت الطبيعة الخصبة حنين أمي إلى النباتات التي كانت تزرعها في مصر، فأخذت بعض حبات من الفول أحضرتها معها من مصر، وكانت تنوي زراعتها في الأرض المقدسة. فلما رأت خصوبة الأرض حولها بذرت بعضا منها في حوض من الطين، حرثته أمام الدار، ثم صورته بقطع من الحجارة حتى لا تتطأه أقدامنا، وكانت تحضر له الماء من البئر لترويه. ولم تمض بضعة أسابيع حتى ارتفعت شجيرات الفول عن الأرض، ثم لم تلبث أن أثمرت قرونا خضراء ذات بهجة، بها بذور منتفخة ذات طعم محبب. أكلت منها العمة بتشيفة فهزت رأسها طربا وهي تستطيب مذاقها وتقول: لم أفتقد من مصر سوى عدسها وفولها. أكملت أمي وهي تنتزع بأصابعها القشرة عن حبات الفول وتلقفها في فمها في تلذذ، بلقولي وثومها وبصلها وكثاؤها: وهل تخرج الأرض من مصر إلا أطيب الطعام؟ ضحك أبي وقال: أفلا زرعت لنا يا رومانا حوضا من البصل حتى يتقاتل عليه بنو إسرائيل؟ قالت متحسرة: ليتني أملك له بذورا. فضحكنا، وقال أبي مكررا جملته الأخيرة دون أن يمل: حينما تتذوقون عسل الأرض المقدسة ستنسون بصل مصر وثومها. ومرت الشهور وانحصر نهار الصيف مؤذنا بقرب الخريف، واستيقظنا ذات صباح على صوت البوق، فارتج الحي لنفيره، وسرعان ما ارتفع صوت الجلبة ودب النشاط في النزل. كنت أنام إلى جوار عامير حينما طرق مسامعي صوت النفير، فقمت من سريري مسرعا ونظرت عبر النافذة، فرأيت الرجال يتوافدون إلى ساحة الحي، ورأيت أبي يخرج مسرعا وهو يكمل ارتداء ثوبه في الطريق. ناديته فقال دون أن ينظر نحوي: أيقظ عامير واتبعاني إلى ساحة النزل، فنبي الله يجمع الرجال والشباب لأمر جلل. أيقظت عامير بدفعة من قدمي كما اعتدت على ذلك دائما، فقد كان نومه ثقيلا، فاستيقظ فزعا غاضبا، وقبل أن يسبني قلت له: اسرع، فقد دق النفير ونبي الله يجمع الناس لأمر جلل.